اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنفصل شوية الاسبوع ده عن الافلام الجديدة، ونروح النهاردة بقى للافلام الكلاسيكية، بس بالاخص بقى لنهايات الافلام اللي بتكون اهم فصل في اي فيلم، لانها الانطباع الاخير اللي بيفضل مع المشاهد بعد لما يشوف الفيلم كله. ده غير ان احداث الفيلم كلها لو كانت حزينة او حتى مليانة سعادة، بتيجي النهاية وتغير كل حاجة في لمح البصر. ومش بتغير بس في مشاعرنا ناحية الفيلم، لا دي كمان بتلخبط الاحداث وتلخبط الشخصيات وتقلب الدنيا كلها. ومش معنى ان النهاية كويسة او رهيبة ان احداث الفيلم بتكون ضعيفة، لا، ده ان كمان صناع الفيلم بيشدوك معاه طول الفيلم لحد ما يوصلوك للنهاية اللي هم عايزين يحققوها. وعشان كده احنا النهاردة بنرشح لكم افضل 5 افلام بنهايات رهيبة وغير متوقعة بالمرة. حلقة حلوة جدا جدا، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس، وعشان تكون البداية بتاعتنا سخنة جدا، بنرشح لكم النهاردة فيلم ذا أذرز، فيلم من إنتاج 2001، واللي بيعتبر واحد من أنجح وأفضل أفلام الرعب في تاريخ السينما كلها. وبتدور أحداث الفيلم في جزر القنال الإنجليزية، في منطقة نائية بتعيش بقى هناك جريس في قصر قديم قوي مع أولادها الاتنين آن ونيكولاس. وهما التلاتة عايشين لوحدهم لأن أبوهم راح فرنسا عشان يشارك في الحرب العالمية التانية ولسه مرجعش ولا يعرفوا عنه حاجة. آن ونيكولاس عندهم حساسية من الشمس، ده اللي بيخلي بقى جريس طول الوقت قافلة كل الشبابيك، وحاطة كمان عليها ستاير عشان تغطي نور الشمس خالص انه يخش البيت. وفي يوم من الايام نامت جريس وصحيت لقت الخدم اللي معاها في القصر مش موجودين، وبتضطر بعد كده تطلب خدم تانيين عشان يساعدوها. وفعلا بيجيلها 3 جداد، واللي من ساعة ما جم القصر وحياة البيت والأسرة دي كلها اتشقلبت على بعضها. يا ترى بقى ايه الحكاية وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. No! Children! Come here! Run! Can't you hear it? There's someone there. Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. في المركز الرابع معانا النهاردة اخترنا فيلم من إنتاج 2013، وهو فيلم ذا بيست اوفر. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين فيرجل، وده راجل كبير في السن بيشتغل في مجال اللوحات والتحف الأصلية، الحاجات النادرة والأنتيكات. فيرجل راجل غني جدا، وبالرغم من كده ما اتجوزش طول حياته، وأغلبية الوقت بيقضيه لوحده، لأنه أكتر حاجة بيحبها في حياته هي تجميع اللوحات والمقتنيات دي. لحد ما هيجي يوم عيد ميلاد فيرجل اللي بيحتفل فيه لوحده كعادته، ويجيله اتصال من واحدة. الست دي بتطلب منها ان هو يجي لها البيت عشان يقيم لها تحف عندها ملكها ويحدد لها سعرها. وطالما تحف وانتيكات، على طول فيرجل وافق وقرر ان يروح البيت عندها عشان يقيم لها الحاجات بتاعتها. واول لما بيروح هناك بيكتشف بقى ان الست دي ما بتظهرش قدام الناس خالص، وانها دايما في اوضه جوه بيتها محدش بيعرف عنها حاجه. يا ترى بقى ايه الحكايه الغريبه دي وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. Fun. Everything can be faked. There's still too many pieces missing. I often wonder if you're more interested in my furniture and paintings than in me. When you think you made it with a woman, that is when you lose your grip on strategy. في المركز الثالث معانا النهاردة اخترنا واحد من أجمل الأفلام الكورية في تاريخ السينما، وهو فيلم أولد بوي، الفيلم اللي من إنتاج 2003. وبتدور أحداث الفيلم حوالين دي سو. ده راجل بيلاقي نفسه فجأة محبوس في أوضة في فندق لمدة قد إيه؟ لمدة كبيرة جدا، ولا عارف مين اللي حبسه ولا مين اللي ورا الموضوع ده، ومين اللي حطه جوه الأوضة دي أو السجن دي. وهو جوه الأوضة بيلاقي شريط فيديو متسجل عليه، واللي من خلاله بقى بيعرف إن مراته اتقتلت، وإن اللي حطه في الأوضة دي هو اللي لفق له التهمة عشان تناسبه تماما.
خلال الوقت اللي محبوس فيه قرر ديسو ان هو يعملش غير حاجتين بس. اول حاجة يفكر في اي حد ممكن يكون عمل فيه كده طول الوقت، والحاجة التانية ان هو يتدرب عشان يكون مستعد للانتقام بتاعه. بس الموضوع طول قوي عليه، لكنه قعد هناك قد ايه بقى؟ 15 سنة جوه الأوضة. بيشوف بقى ديسو بعد كده الشمس تاني، ومفيش قدامه غير حاجة واحدة بس شايفها، هو الانتقام. يا ترى بقى مين اللي عمل فيه كده؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده. 복수가 다 이루어지고 나면 어떨까? 아마 숨어있던 고통이 다시 찾아올 거야. 복수가 끝나고 나면 오데스로 돌아갈 수 있을까? في المركز التاني معانا النهاردة اخترنا واحد من أنجح وأجمل أفلام الرعب النفسي والإثارة اللي اتعملت في تاريخ السينما كله، هو فيلم سيكس سينس. الفيلم اللي من إنتاج 99 واللي ابتدي أحداثه مع الدكتور مالكوم ومراته أنا اللي كانوا بيحتفلوا مع بعض بمناسبة إن مالكوم أخد جايزة تقديرية عشان المجهودات الكبيرة أوي اللي بيعملها في الطب النفسي للأطفال. بس فجأة وقبل ما يبدأ الاحتفال بتلاحظ إن في واحد غريب دخل البيت عندها ودخل الحمام. عشان كده راحوا أول عشان يشوفوه هو مين ده، اكتشفوا إن هو مريض قديم عند مالكوم، وإنه كمان فشل إن هو يعالجه ويساعده. وعلى طول هوب قام جاي مطلع مسدس وضرب النار على مالكوم، وبعد كده ضرب نفسه بالنار. طب إيه ده؟ الفيلم لسه بادئ، معقول بقى مالكوم هيموت في أول مشهد؟ بنلاقي بقى بعد كده إن المخرج قرر لأ، وبنلاقي إن مالكوم رجع تاني لشغله والمرضى بتوعه، بس مش شغله الفترة الأخيرة دي غير حالة واحدة بس، هي حالة الطفل كول سير، الطفل اللي بيشوف أموات دايما وبيتكلم معاهم. يا ترى بقى إيه حكاية الطفل ده؟ والدكتور مالكوم هيقدر يعالجه ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده. They want me to do things for them. I think that they know that you're one of these very rare people who can see them. So you need to help them. What if they don't want to help? I don't think that's the way it works. How do you know for sure? Is anyone there? Please make them leave. I'm working on it. في المركز الأول معانا النهاردة اخترنا واحد من أكتر الأفلام في تاريخ السينما اللي نهايتها بتصدم كل حد اتفرج عليه. بس الفيلم بقى الحقيقة ده إن مش بتميزه بس النهاية بتاعته، لأ، إنما الفيلم كله عبارة عن رحلة من المتعة بتبتدي من المشهد الأول. هو فيلم انساندي اللي من إنتاج 2010، وبتدور أحداث الفيلم حوالين واحدة مسيحية من أصل لبناني اسمها نوال مروان، واللي واضح كده إنها كانت مهاجرة لكندا. نوال بتموت، وبعد لما ماتت بيكتشفوا إنها سايبة وصية لابنها وبنتها إنهم ما يكتبوش اسمها على القبر بتاعها إلا لما يوصلوا للحقيقة. وبعد كده لقوها سايبة رسالتين، واحدة لأخوهم التالت، أخوهم التالت ما يعرفوش أصلا ليهم أخ تالت ولا يعرفوا عنه أي حاجة، والرسالة التانية لأبوهم اللي لسه عايش. الرسائل دي بقى هي تعتبر الوصية اللي بتخلي ولادها يقرروا إن هم لازم يفتشوا في الماضي بتاع أمهم في بيروت عشان يقدروا يوصلوا للموضوع بتاعها ده ويقدروا يحققوا وصيتها. يا ترى بقى هيقدروا ينفذوا الوصية دي ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الرهيب ده اللي يستحق بكل جدارة إن هو يكون المركز الأول معنا في حلقة النهاردة. Parfois, il vaut mieux peut-être ne pas tout savoir. Je sais que c'est très inhabituel, mais ta mère était pas folle, Jeanne. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.